شوفوا انا الفتره الاخيره دي كل شويه حد يسالني ايه رايك في الام كي 677 الام كي 2866. يا جماعه السارمز مش حاجه امنه، مش عشان حاجه سهله ان انا باخدها عن طريق بقي فهي مكمل. السارمز مش امن، السارمز زيه زي الاسترويد. كون بقى ان انا بقول لك ان لسه مفيش ابحاث طلعت كل السايد افكت بتاعته، وان انت الجرعات بتاعته قليله بالنسبه للاسترويد، فعشان كده السايد افكت بتاعته قليله، زي كانك بتاخد استرويد كميه قليله، فمش معنى كده ان انا اروح اخده او ان هو حاجه سهله ان انا اروح ابلعها. لان انا بستغرب ناس بقت بتتداوله دلوقتي لان هو حاجه انا باخدها عن طريق بقي، فكل حاجه عن طريق بقي سهله. زي ما الناس كانت مثلا بتستسهل الانادرول والدينابول، بالنسبه لهم الابر دي هي الحاجات الصعبه والحاجات الكبيره. يا جماعه الابر امن 100 مره عن الحاجات اللي بتتاخد عن طريق الفم الاورال يعني. فانا مش بقول لك خد ده ولا خد ده، بس الناس بتتعامل مع السارمز اكنه مكمل. كل واحد يجي يقول لي ايه رايك في كذا، ايه رايك في كذا. يا جماعه السارمز في الاخر حاجه برضو اندروجينيه، فاللي هو مش ان انا ينفع ان انا اروح اخدها كانها مكمل. والناس للاسف اللي بتبيعها ان هي سهله، والناس بتستسهلها على اساس ان هي بميه وبتتاخد وخلاص انت اخد برشام، او عن طريق النقط. لان في حاجه السارمز كان بنقط كده زمان، انا مش عارف هو حاليا لسه بنقط، في منه حبوب حاليا بس مش عارف النقط دي لسه موجوده ولا لا. فاللي هي حاجه بسيطه يعني، انت بتاخد نقطتين في بقك وملوش داعي ان انا استخدمه ليه وانا عندي مواد انا خلاص انا عارف ان السايد افكت بتاعها كذا والجين بتاعها كذا، فانا ليه اروح استخدم مواد انا لسه هكتشفها ومحدش كان بيستخدمها وما كانتش موجوده. فليه انت رايح ترمي نفسك على حاجه جديده انت ما تعرفش عنها حاجه؟ ونفس السايد افكت اللي هتاخدها من الاسترويد هي اللي هتاخدها من السارمز. ضغط دم عالي، كوليسترول، وفي حاجات بتوطي الكوليسترول فيه على فكره، وشعرك بيقع. نفس الحاجات اللي في الاسترويد انت هتروح تاخدها الام كي 677 2866 والحاجات التانية كتير، الانواع اللي انت بتستخدمها من السارمز. فهو السايد افكت، فانت ما عملتش حاجه وانزيمات الكبد هتعلى، ومفيش حاجه اسمها سارمز بديل عن الجي اتش. الجي اتش مهما كان هيفضل جي اتش، ولو هو بديل عن الجي اتش طب ما انا الجي اتش عندي وامن، يعني الجي اتش امن من الاسترويد اساسا وامن من السارمز. اروح ليه انا اخد حاجه بديله للجي اتش وفيها سايد افكت؟ فالسارمز ما لهوش تجارب وما لهوش اختبارات، والناس اللي بتاخدوه تقريبا بتجربه في نفسه. مش كل حاجه بتاخد عن طريق البق تستسهلها وتروح تشتريها. لان اصلا اول ما نزل السارمز كانوا بيقولوا المفروض ان هو امن يعني وما تعملش بعديه بي سي تي. دلوقتي لا، في ناس بتقول لك اعمل بعديه بي سي تي، لان برضه هو كده بيوقف برضه التيست اللي في الجسم وهكذا. فانت خد الحاجه اللي انت تعرفها احسن من اللي انت ما تعرفهاش. وبالنسبه ماديا السارمز اغلى بكتير من الاسترويد، يعني انت لو هقارن ما بينهم الكميه اللي انت بتاخدها من السارمز اللي هي بتوازي الاسترويد لان هي كميه صغيره من الاسترويد، فالسارمز غالي. السارمز يعتبر غالي، هو مش حاجه موفره. انا ما اعرفش سعره كام بالظبط. والمشكله ان انا شفت اللي معظم الشركات اللي في مصر هي شركه ميديتك، شركه ميديتك تقريبا. وشركه ميديتك كل الاسترويد بتاعها دلوقتي بايظ. يعني انا كل الناس اللي شفتهم بيستخدموا ميديتك كانت كويسه مثلا من سنتين ولا حاجه. حاليا ميديتك كان كل بشوفهم يعني اللي بيجيب ميديتك ده في الغالب ان هو بيجيب حاجات مضروبه. انا ما اعرفش هي الشركه هي اللي بايظه تعالبها باظ، الشركه ما اعرفش، هي الشركه ما كانتش كده، الشركه كانت كويسه. فالسارمز جاي من برضه ميديتك. ففكره ان السارمز جاي من ميديتك اللي انا بتكلم على في مصر، بتكلم في مصر لان كل اللي بيتباع في مصر تقريبا ميديتك. فانا اصلا اشك فيه يعني لان ميديتك هنا في الخليج ضربت. فما اعرفش بقى في مصر ايه ظروفها الصراحه لسه. بس انا بتكلم عن نفسي، انا خايف حتى اخد استرويد ميديتك سواء في مصر او في حته، لان هي شركه ضعيفه حاليا. قولوا لي الاسعار يعني، شوفوا بس اكتبوا لي في الكومنت كده اسعار كام السارمز، لان انا ما اعرفش اسعارها كام في مصر. وما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب، اتفرجوا على الفيديو وما تعملوش سبسكرايب، فاعملوا سبسكرايب وشيروا الفيديو، واشوفكم الاسبوع الجاي. سلام.